من هنا مروا يا أمي، تركوا خلفهم ظلالا خافتة لأحلام كانت يوما نابضة. غادروا الدار وما فيها، تركوا المال والجاه والسلطان، وحملوا معهم ثقلا أثقل من الرحيل نفسه. تخلوا عن الأرض وفيروزاتها، تركوا أسماءهم وهوياتهم حبيسة حقائب الشانيل، تركوا شواهدهم الفخرية وأطقم الماس، تركوا أرصدتهم من المال والريع، تركوا أعناقهم على مقصلة الفقراء، تركوا الخبز المنفوش المعجون بماء الزهر، تركوا حبات الفياغرا بأدراج مكاتبهم، تركوا صور الحوريات والعنادل، ورحلوا إلى مجهول لا عودة منه. على رفوف الانتظار علقوا أحلامهم وغادروا دون أن يلتفتوا خلفهم. تركوا الأهل والعزوة والأبناء، غادروا العبادات والدنيا معا، وأحرقوا ما تبقى من ساعات العمر في أمل استدراك متأخر. لكنهم في النهاية ذهبوا بلا وداع ولا جدوى. أحذيتهم ما زالت خلف الأبواب، جاكيتاتهم على المشاجب، وشهاداتهم العليا تقبع مهملة على رفوف المكاتب. حتى صحون الكافيار والروبيان الباردة على موائد الأمراء تركوها، كأنهم لم يذوقوا يوما لذة الحياة. أيها الأموات تحت الأرض، هل تعلمون أن ما فوقها قد ماتوا أيضا؟ لم يبق من الأحياء سوى أسماء زائفة وصور ملساء معدلة ببرامج الفوتوشوب. هذا ما صاروا إليه يا أمي، حياة بلا معنى ورحيل بلا أثر.